السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة الجزء الثاني لمشتريات العمرة. طبعا الفيديو الاولاني كان طويل جدا. النهاردة بقى هنكمل بقية الفيديو، هنشوف بقى بقية الحاجات اللي جبناها، وهفرجكم برضو في حاجات برضو موجودة في المكتب ده حلوة جدا. دي مصليات بتبقى محطوطة في شنطة زي ما انتوا شايفين كده. دي طبعا بتروحي بيها الحرم، او لو عايزاها تجيبيها هدايا برضك وانت راجعة برضو حلوة جدا. هي عبارة عن مصلية كده، بصوا خامتها حلوة جدا من الجبلان، وحلوة جدا مديها على ستان شوية. تمام، وبتحطيها كده في الشنطة وانت طبعا رايحة الحرم، بدل ايه ما تحطيها مثلا في الشنطة اللي هي بتبقى فيها المية او الكلام ده كله عشان ما تتبهدلش منك. لا، هم عاملين ليها شنطة بتلبسيها برضو وانت رايحة الحرم. في بقى جميع الالوان منها. بصوا ده اللي هو اللون مدي على الاخضر، وفي موف وكشمير وبيج. الوانها بصراحة كلها حلوة، يعني مفيش حاجة بصراحة فيهم وحشة، الالوان كلها حلوة. احنا اخترنا الاتنين دول اللي هما اللون الاخضر والبني. دي كانت عاملة الواحدة 60 جنيه. بصوا برضك اللي هي الخضرة مشيتها حلوة جدا. بنطبقها بالطريقة دي، وبعد كده بنبدأ نحطها في الشنطة بتاعتنا. هنا بقى دي السبح اللي هي بتتحط زي الخاتم كده. دي طبعا دي كانت الواحدة عاملة متهيألي 10 جنيه او 5 جنيه، مش فاكرة بصراحة. احنا جبنا منها دستة فيها بصوا جميع الالوان، فطبعا اخترنا جميع الالوان في الدستة اهي. الوانها حلوة جدا. في طبعا اللي هي فيها فصوص، دي كانت الواحدة عاملة 35 جنيه. دخلنا هنا على الاسدالات زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الاسدالات بقى فيه الكبير وفيه الصغير، وعايزه اقول لكم قماشتهم حلوه جدا اهو زي ما انتوا شايفين، والوانهم برضك حلو. هنا بقى كانت بتفك لنا كده كام واحد تفرجونا. ده المنقوش مدي على الوان غوامق شويه. دي بقى لو انت عايزه يعني لحد يكون كبير في السن او حاجه، او زي ما انتوا شايفين الوانه حلوه جدا. طبعا برضو في للاطفال. وبصوا اللي هو على الحرف ده اللي هو جنب الصورة من ناحية اليمين ده فيه تطريز. عايزه اقول لكم قماشته حلوة جدا وخامته برضك حلوة. كان عامل 450. بصوا التطريز اللي فيه اللي هو اللون موف اللي متعلق اهو، بس مش عارفة هيجي في الكاميرا ولا ايه. هنا بقى بدأت تفك برضو. ده تقريبا اللي هو اللبس اللي يعني لو بنت في ثانوي او حاجة. دي الاشكال برضو اللي عندها حلوة، وفي منها برضو جميع الالوان بيبقى فيها زي تطريز كده. تمام. ده بقى اطفالي بيبقى عبارة عن نصين كده، نص من فوق تايجر والنص اللي تحت سادة. بصوا خامته برضو حلوة. ده كان عامل حوالي 270. شكله جديد يعني ما شفتش حد قبل كده لابسه، بيتربط كده بحزام من ورا. ده بقى اللون ده زي الكبير اللي هو الموف المتعلق ده. ده نفس التطريز اللي فيه، خامته برضك حلوة. كان عامل 270. هو عبارة عن ازدال كده بطرحة منفصلة وليه جيبين كده. شكله حلو جدا وكان خامته برضك حلو.
اهو ده زي ما انتوا شايفين كده. انا على فكرة خدت ده البنوتي حلو جدا، بصوا ليه جيبين كده، شكله شيك بصراحة. انا بحب اي حاجة يكون فيها تطريز، يعني اي حاجة تكون متطرزة بحس ان هي بتبقى قيمة كده وشكلها شيك بصراحة. هنا بقى بصوا برضك حلاوته ان الطرحة بتاعته منفصلة، مش زي الاسدالات اللي بتبقى الطرحة ماسكة في الاسدال. طبعا تيجي تلفيها تحس ان الظهر من فوق كده من ورا مرفوع، فمش حلو. ده حلاوته ان الطرحة الواحدة. او ده اللي فات ده انا قلت لكم ان انا خدته. بصوا ده برضك متطرز بس شكل تاني. انا عموما بحب الالوان الغامقه، يعني ما بحبش الفواتح اوي. روحوا هناك بجد، المكان فيه كل حاجه واسعار حلوه عن يعني عن بره. يعني هو المكان جوه شويه بس عايزه اقول لكم اسعاره حلوه. هنا بقى برضو بتورينا شكل كده تاني اهو، بس ده مقاس اكبر من اللي انا واخداه، مقاسات كبيره اهو. بصوا الوانه، دي الوانه كلها، في بقى الزيتي وفي الاحمر. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الالوان بتاعته، هي كانت بس المختلف عندنا هنا في المحل ان الحاجات اللي بتعجبنا ما كانتش نفس المقاسات اللي احنا عايزينها. يعني ممكن يكون الموديل عاجبنا بس ما فيش المقاس اللي احنا عايزينه، فاحنا غلبناها شوية بصراحة. ده نوع تاني برضو. ده كده برضو ده فيه تطريز كده، هتفكرنا برضو واحد كده نتفرج عليه. النوع ده برضو حلو جدا للاطفال. بصوا برضو كله متطرز كده، شكله حلو جدا. احلى حاجه بقى في الاسدالات زي ما قلت لكم ان هي طالعه مش الطرحه لازقه فيه، يعني تقدري تلبسي الطرحه بقى ايه براحتك. زي ما انتوا شايفين جميع الالوان منه، تقدري بقى تجيبي الالوان اللي انت عايزاها. هنا بقى كنا خلصنا، وطبعا بقى طلبنا اوبر لان اساسا الحاجة معانا كانت كتير وما كانش فيه لا اتوبيس بقى ولا ميكروباص عارفين نركبه، فاضطرينا نطلب اوبر. وبعد كده روحنا يعني بألف سلامة. واقول لكم بقى استنوني بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله نتفرج على مشتريات العمرة كلها بالتفصيل. اقول لكم مع السلامة واسيبكم في رعاية الله.